أعلن اتحاد كرة القدم عن فسخ عقد مدرب المنتخب الوطني المغربي جمال سلامي، وذلك بالتراضي بين الطرفين. مسوي لي حلقه كامله انه موسى التعمري خالف المدرب ولا ما خالف التعمري. موسى التعمري ليفله اعلى من المدرب، اعلى من جمال سلامي على مستوى اللعب. المنتخب الأردني يطرد المدرب جمال سلامي، أيه كيف ما سمعتي، بسبب داك المشكل اللي طرا ليه مع موسى التعمري قرروا أنهم يطردوا جمال سلامي. شوفوا شنو داروا على ولد بلادهم، كيقولوا موسى التعمري لاعب كبير وخاصنا نحترموه، وداك الشيء اللي دار في كرة القدم جمال سلامي ما قدر يدير حتى نص منه. قبل ما نبداو ما تبخلوش عنا بالضغط على زر اللايك واشتركوا بالقناة. نبداو على بركة الله. يا اخوان تيجي وبطلع لك ناس بحلل يا رجل، مسوي لي حلقه كامله انه موسى التعمري خالف المدرب ولا ما خالف التعمري. موسى التعمري ليفله اعلى من المدرب، اعلى من جمال سلامي على مستوى اللعب. على مستوى اللعب لما كان جمال سلامي لاعب ولما كان موسى التعمري لاعب، موسى ليفله اعلى. فموسى لاعب قائد كابتن، ما بصير. احنا لازم ندعم لاعيبتنا يا رجل. بعض الدول بيصنعوا من ممثل كومبارس بطل، بصير نجم لما يقدموا المذيع، وانت يا دوب شايفه في لقطه مع عادل امام بفيلم، واحنا بطلنا بيصنعوا البطل. احنا بنهاجم في عندنا ناس، بس وين في الناجح بدها تهاجم. لا، الاردن اكبر منهم والنشامه اكبر منهم والنشامه ابطال. والله يا احمد هذه رسالة لكاع المغاربة الحنان، عندكم تنساو هادشي اللي داروا دابا في ولد بلادكم. ها انتم راكم شفتوا كيفاش داروا عليه كاملين. قال لك خاصنا نكونوا مع ولد بلادنا واخا يكون هو اللي ظالم. بالنسبة اللي ما عارف شنو طاري، راه جمال السلامي ما دار ليه والو. تخيلوا جمال السلامي عطى التعليمات ديالو كيف العادة، جا هاد القائد ديالهم اللي سميتو موسى التعماري وقرر انه يتحدى جمال السلامي وعطى التعليمات ديالو، قال لهم يلا نضغطوا على الخصم. والخايبه شنو هي، مع داروا داك الضغط مع سويسرا تمكن انه يسجل هدف بسبب هاد التعليمات اللي عطاهم هاد موسى التعماري. بطبيعه الحال جمال السلامي ما غاديش يعجبو الحال ودار دوره خايبه في هاد موسى التعماري. وصلونا كاع السريبات، قال لك راه دابزو في غرفه الملابس. اكبر شمس العاشيه في هادشي كامل وهي واخا موسى التعماري هو اللي نوض هاد الصداع وتسبب في هادشي كامل، الاعلام الاردني والاردنيين بصفه عامه تصدموا مع ولد بلادهم واخا هو اللي كان ظالم، وطالبوا برحيل جمال السلامي في اقرب وقت ممكن. ما بغاوش يمشي معاهم لكاس العالم. اذا حللنا صح وقيمنا المرحله صح ما بضل هذا المدير الفني السلامي مش لازم يضل. لو اي ناس قيم منطقيا بروح السلامي، وانا هذا الحكي حكيته والناس هاجمتني من اول يوم اجى. وهانتم شوفوا هاد الناس هادو ما كانوش عارفين شي حاجه سميتها الكره. كاس العالم عمرهم حلموا يتاهلوا ليه، عمرهم قدروا يوصلوا لشي نهائي، حتى جا جمال السلامي ودابا كيقول لك ما بغيناش. ولكن ما كاين لا يعبر عليهم من غير حسين عموته. ان فوا شاف راسو ما مرتاحش معاهم تما ياك، شافهم ما زاكينش قال لهم الله يعاونكم. حتى جمال السلامي نفس الشيء، نفسه حاره، وقرر انه غادي يغادر المنتخب الاردني قبل انطلاق كاس العالم. يعني ستبقى مع الأردن ولا حتغادر؟ أظن أنه الظروف تاع كل إنسان، وبالتالي القرار يعني القرار تبقى يرجع للشخص ولظروفه، يعني ظروفه اللي اتخذ فيها القرار. من خلال الهضره اللي سمعنا من جمال السلامي في هذه المقابله كيتبين لنا انه كان ناوي يغادر المنتخب الاردني. يعني قبل ما يعلنها المنتخب الاردني انه فسخ العقد ديالو مع المدرب جمال السلامي، جمال السلامي من الاول كان عول انه غادي يمشي حيت عرفوا على حقيقتهم. وكيف ما قلت لكم جمال السلامي راه بحال حسين عموته، مغاربه كيف ما معروف عليهم نفسهم حاره. كنتمناو التوفيق لجمال السلامي في المسيره ديالو، وكيستاهل ويستحق يدرب فريق كبير في اوروبا وعلاش لا شي منتخب عالمي. نساو على يد الاردنيين وهاد التخربيق، نرجعوا للاجواء ديال المنتخب ديالنا والاجواء ديال المونديال. كيف ما عارفين عندنا واحد المباراه وديه ضد النرويج، هالاند متحمس بزاف لهاد الوديه. لاول مره في تاريخ النرويج هالاند خرج تصريح كيقول فيه بانه متحمس باش ياخذ وديه. علاش؟ لان هاد الوديه هذه ضد المنتخب المغربي. هالاند في هاد التصريح الصحفي قال سيدي بانه متحمس باش يلعب مع النرويج ضد المنتخب المغربي، لان هذه المقابله هذه اول حاجه غتلاقيه مع الصديق ديالو القديم اللي هو اشرف حكيمي، اللي كانوا بجوج كيلعبوا في بروسيا دورتموند. هالاند عنده قصه كذلك مع ياسين بونو في الحراسه، خصوصا داك البيلانتي اللي كان مشى عنده حتى لوجو لقاتو عليها في واحد الماتش. وزيد عليها هالاند متحمس باش ياخذ هذه المقابله هذه بجديه. ولكن اللي ما عرفش هالاند هو كيفاش غادي يفكها مع زوج سرجانات اللي عندنا في الدفاع، سرجان حلحال والسرجان عيسى ديوبا عمي. هاد الجوج هادو غيتشاموا معاك اللي بغيتي اخي هالاند. هاد الجوج هادو غادي توحل معاهم، الا دزتيهم عرف راسك بانك مشات لك شي يد ولا رجل،
داكشي علاش الدراري كنقول لكم بان المقابله تكون قويه. مقابلات شكون غادي يكون الاقوى. شوف، متفق معك ان هذه المباراة غادي تكون مباراة مهمة للمنتخب المغربي وحتى المنتخب النرويجي، حيت هو باغي يدخل هذه البطولة باش ينافس باش يتوج باللقب، حيت عندهم تا هما نجوم، عندهم هالاند، عندهم بزاف ديال اللعابة. حتى حنا نفس الشيء غادي ندخلوا لهذه المباراة باش نشوفوا الخطة اللي غادي يلعب بها محمد وهبي، حيت هذه تقريبا اول مباراة مع محمد وهبي اللي غادي تكون مباراة صعيبة في المستوى اللي عالي. المباريات الاخرين كانوا صعاب ولكن ماشي بحال هذا المستوى هذا. النرويج راكم عارفين شنو كان كيدير في التصفيات ديال كأس العالم، ما كاين غير 7-8، يعني واحد التحدي اللي صعيب غادي يكون قدامنا، ولكن خاصنا نردوا البال خاصنا نردوا البال مزيان، حيت بحال هذه المباريات ما كيخرجوش سالمين. راكم عارفين النيفو غادي يكون طالع، غادي يكونوا احتكاكات، يعني لابد من محمد وهبي يدير هذه القضيه في راسو، خاصو يرد البال. ما بقى والو للمونديال، يعني هذه اخر مباراه وديه، من بعد غادي ندخلوا للسخون، واول مباراه عندنا ضد البرازيل، يعني بغينا كاع اللعابه يكونوا واجدين، ما بغينا الله يحفظ يتصاب لينا حتى شي واحد، ولكن الا دخلوا اللعابه وهما باغيين يبينوا ما عندهم، صافي غادي تحسبها مباراه اللي رسميه، راه احتماليه كبيره يتصاب لينا شي واحد الله يحفظ. ما بغيناش، ولكن خاصنا نردوا البال. مباراة بغينا غير نتيستيو الاجواء، نشوفوا صحيح هذه المباراة تشبهها بالمباراة اللي غادي نلعبوا ضد اسكتلندا، ولكن خاصنا نلعبوا غير بشويه، الخطه نطبقوها، ولكن نردوا البال، حيت الله يستر الا مشات تصاب لنا شي واحد. مازال ما مستعدين لهاد الصدمه هذه. يلا بادي البطوله بغينا كاع اللعابه يكونوا حاضرين وواجدين، حتى دوك الادوار اللي متقدمه عاد ديك الساعه، حيت ولفنا ديما ملي كنوصلوا الناس في النهائي كيبداو يتصابوا لنا اللعابه، ولفنا لدوك الاجواء. كنتمنوا هاد المره هذه ما يتصاب حتى شي واحد، كلشي يكون هو هذاك. وبالنسبه واش نوصلوا للادوار المتقدمه ولا لا، بالنسبه لي انا كنشوف المنتخب الا كان غادي مزيان، كانوا متفاهمين، محمد وهبي داير خدمته، فراه نصف النهائي ماشي شي حاجه اللي مستحيله، حتى النهائي والتتويج باللقب راه في الشك، باش نكونوا متفقين. يعني خاصنا كيف ما قلت لكم غير نردوا البال في هذه المباراه اللي عندنا ضد النرويج. لعبوا بالعقل، ما يتصاب حتى شي واحد، نجربوا كاع اللعابه، حتى حنا اللي غادي نتفرجوا في الماتش غادي نشوفوا المنتخب ديالنا كيفاش داير، حيت كيف ما قلت لكم مازال ما شفنا المنتخب مزيان، مازال جاو شي اسماء جداد، يعني بغينا نشوفوا اللعابه كاملين يلعبوا ضد منتخب اللي كيلعب في مستويات عاليه بحال النرويج. خلاص المباريات العاديه ولا المتوسطه راه شفنا المنتخب ديالنا اللهم بارك ما كاين غير 4. واش كتوقع باننا غنعاودوا نفس البلان اللي درنا في قطر ولا لا؟ الامور غادي تكون صعيبه باش نقول لك الواقع وما نبيعكش الوهم، ولكن من حقنا اننا نتقاتلوا على الحلم ديالنا. المونديال راه صعيب، حتى داكشي اللي درنا في المونديال ديال قطر الا رجعتي راه شي مره تكرفصنا والكره مشات معانا عليها باش حققنا النتيجه، وهذا عادي في العالم ديال الكره. حتى دابا ان شاء الله الا الكره مشات معانا راه نديروا شي حاجه اللي كبيره باذن الله. متفق معك، هذا الانجاز هذا راه ماشي سهل، الا بغيتي تعاودوا راه خاص الخدمه، الامور غادي تكون معقده، ولكن حتى حاجه ما مستحيله. المره الفايته ماشي مشات معنا، المره الفايته راه ماشي مشات معنا الكره صافي داكشي باش تاهلنا للنصف، داكشي باش درنا داك الانجاز التاريخي، لا بالعكس. النسخه اللي فات في قطر 22 اول حاجه كنا لاعبين بواحد الخطه اللي عاونتنا، يعني المنظومه ديالنا هي اللي كانت السبب باش وصلنا لهذا النصف، كذلك التشجيعات ديال الجماهير، الدعم ديالهم، واهم حاجه هي الكاليتي ديال اللعابه في ديك الوقيته. كنا اللهم بارك عندنا واحد اللعابه اللي قادرين انهم يديروا داك الانجاز ويتجاوزوه. دابا واش عندنا نفس الامكانيات باش نديروا داك الانجاز؟ بالنسبه ليا وحسن كاع. عندنا دابا لعابه اللي واعرين والطوب، واخا كانوا ناقصين شي وحدين كنا كنتمناو يكونوا حاضرين في هذا المونديال، راكم عارفين شكون، زياش، بوفال ما واجدينش، ولكن عندنا البادي، كاين ابراهيم دياز، كاين مهم اللائحه طويله الا ذكرناها غادي نبقاو تما. كيف ما قلت لكم عندنا لعابه، عندنا كاليتي، عندنا مدرب اللي يلاه توج مؤخرا بكاس العالم ديال الصغار، يعني كلشي واجد، حتى الجمهور راه كلشي غادي واللي كاينين تما، مهم كلشي غادي يقوم بالواجب.
ويعني نطلبوا الله اننا يكون عندنا الزهر، حيت الزهر اللي غادي يكون ناقصنا صراحه.